السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده هعمل معاكم الزيتون بطريقه مختلفه شويه، بس استحملوا النتيجه تستاهل بصراحه. دلوقتي هبدا معاكم ان انا اغسله وبعدين هرجع لكم تاني. دلوقتي غسلناه اهوت وبقى زي الفل زي ما انتوا شايفين ما شاء الله. هنبدا بقى ان احنا نشقه كده بالسكينة واحدة واحدة. ما شاء الله الزيتون دوت جميل قوي يا جماعة، اسمه زيتون تفاحي. تمام، طبعا احنا عاملينه علشان نخزنه لرمضان، يعني هياخد وقت معانا، فبنقوم نشقه كده ونسيبه. في ناس بقى اللي هي مستعجلة عليه وعايزة تاكله قبل رمضان، بنعمله بطريقة تانية. بنعمل ايه؟ بنجيب بتاعة التوم ديت نكون غسلينها وزي الفل، مفيهاش ريحة توم ولا حاجة، ونحط شوية زيتون زي ما انتوا شايفين كده، ونقوم عاطين كل زيتونة خبطتين كده، بتتفتح معانا بكل سهولة بالشكل ده. زي ما انتوا شايفين كده بيبقى شكلها كده دوت. ما بياخدش وقت في الايه، في التخليل، علشان المرارة تطلع منه بسرعة ويتخلل بسرعة. هعمل تاني كمان شوية بالشكل ده، كل الزيتونة خبطتين كده بيتفتح على طول معانا اهو. تمام دوت لو احنا مستعجلين عليه. انما احنا بقى في الحالة بتاعتنا احنا هنسيبه لرمضان، فهنقوم نشقه بالسكينة كده بمنتهى السهولة ونسيبه لرمضان. كده خلصنا الكمية كلها. دول 5 كيلو يا جماعة، 5 كيلو زيتون. هنعمل ايه بقى؟ بنقوم جايبين ملح ونرش عليه بالطريقة دي. تمام، ونقلب. ونرش عليه كمان ونقلب. انا رشيت حوالي كوباية ونص او كوبايتين ملح عليه. تمام، وهسيبه منقوع في الملح ده لمدة 3 ايام علشان المرارة تطلع منه خالص. نسيبه منقوع 3 ايام، وكل يوم هنقلب فيه شوية، كل يوم هنقلب فيه شوية. تمام، دوت تاني يوم زي ما انتوا شايفين لونه بدأ يتغير. مفيش مشكلة خالص، ما تقلقيش. بنقلبه كده. تاني يوم انا قلبته زي ما انتوا شايفين كده، بدأ ينزل منه مية زي ما انتوا شايفين كده. ديت المرارة بتاعته. طبعا الملح بدأ يدبله وينزل منه المرارة. تمام، دوت اليوم اللي بعده برضو بقلبه. شايفين بقى المية بدأت تنزل اكتر، المية بدأت تنزل اكتر. كل يوم هتلاقوا لونه بيغمق والمية بتاعت المرارة ديت بتكتر. تمام، دوت تالت يوم اهو زي ما انتوا شايفين المية بتزيد، ما تقلقوش من لونه خالص. تمام، هنيجي بقى رابع يوم بدأنا هو نغسله. صفينا المية الممررة دي خالص وبنغسله كذا مرة عشان نتأكد ان المرارة اللي نزلت منه دي نزلت خالص. نغسله منها خالص وحطيناه في مصفى زي ما انتوا شايفين. هنصفيه كده، وبرضو هنسيب عليه مية وهو في المصفى كده علشان نكون اتأكدنا ان هو بقى تمام
مفيش فيه حاجة، وهنسيبه بقى يصفى من ميته خالص. نكون احنا بقى ايه جبنا الفلفل الجميل ده وقطعناه بالطريقة دي، تمام. وبشرنا الجزر بتاعنا، ده كيلو جزر بشرته، تمام. وبرضو جبت ليمون وعصرته، حوالي كيلو ليمون. بنقوم جايبين الفلفل دوت حاطينه على الجزر. انا ما حطيتوش كله لان احنا ما بنحبوش حامي قوي، فطبعا كل واحد وذوقه يا جماعه. لو هو عايز يكتر مفيش اي مشكله، في ناس بتحبه حامي جدا وبتحط الفلفل بحاله، تمام. احنا حطينا كده معلقتين زيت زيتون عليه وبنقلبه. وبنركنه على جنب عقبال ما نعمل بقى محلول الملح بتاعه. هنحط 2 لتر ميه عليهم كوبايتين من عصير الليمون، دول حوالي كيلو ليمون يا جماعة، وانا عصرته كله، تمام. وهنحط برضو كوبايتين من دي كوباية خل، كوباية صغيرة، ونحط كوبايتين من الملح، ونقلب، تمام. هنجيب بقى البرطمان بتاعنا. طبعا انا لابسه الجوانتي بسبب الفلفل يا جماعه، ما بعرفش استخدمه الا بالجوانتي علشان دي ما يبهدلش ايديا. بنقوم بقى حاطين شويه من الزيتون زي ما انتوا شايفين كده في البرطمان، وشويه من بشر الجزر مع الفلفل، تمام. هنبدأ بقى نحط شوية من الزيتون وشوية وطبقة من البشر الجزر والفلفل، وما تقلقوش من النتيجة بصراحة خطيرة يا جماعة. جربوا الطريقة دي، انا جربت كذا طريقة لتخليل الزيتون، بصراحة ما عجبتنيش، وبرجع للطريقة دي تاني لانها احلى من اي تجربة انا جربتها بصراحة. لحد ما البرطمان بتاعنا يتملى كله، بوزعه في البرطمان. بلاش تضغطوا يا جماعة على الزيتون، بلاش تضغطوا عليه لان بعد كده بينفخ. طبعا الزيتونة مكرمشة دلوقتي بتنفخ وبيزيد، فبلاش تضغطوا عليه قوي في البرطمان عشان لما هيزيد هتلاقيه طرد المية لبره. خلصنا اهو، البرطمان اتملى. هنبدأ نحط بقى محلول الملح اللي احنا عملناه، طبعا دوبنا الملح كويس في المية، وبعدين بدأنا نصب في البرطمان زي ما انتوا شايفين كده. تمام. انا كده غطيت الزيتون كله بالمية زي ما انتوا شايفين.
هبدأ بقى الليمون اللي احنا عصرناه، جبت شوية من القشر بتاعه وحطيته على الوش زي ما انتوا شايفين كده، عشان الزيتون ما يطلوش هوا ولا اي حاجة. دول شوية من القشر حطيته على وش الزيتون، وقفلت بيه البرطمان زي ما انتوا شايفين. بعدين جبت كوباية، حطيت حوالي كوباية من زيت الزيتون على الوش كده، برضو دوت بيحافظ على ايه الزيتون من اي بكتيريا او اي حاجة. وبعدين بغطي البرطمان بستريتش زيادة امان، وبعدين هنغطي عليه، مش هيتفتح عليه بقى ان شاء الله الا في رمضان باذن الله. كل سنة وانتم طيبين. وهنسيبه على جنب. دول بقى الزيتون اللي اتبقى معايا، هحط عليهم بشر الجزر اللي اتبقى والفلفل، وهقلبهم بقى في بعض واحطهم في برطمان لوحده، مفيش اي مشكلة خالص. يعني دي طريقة ودي طريقة. عايزين تحطوا طبقة زيتون وطبقة بشر الجزر مفيش اي مشكلة. عايزين تقلبوه في بعضه وتحطوه كله على بعضه برضو مفيش اي مشكلة. ده ينفع، ده كويس وده كويس، اللي يريحكم اعملوه يا جماعة، مفيش اي مشكلة. تمام كده. هنحط محلول الملح برضو وهنغطي بيه الزيتون بتاعنا. في طريقة تانية بقى للزيتون. دول 2 كيلو زيتون، عاملاهم الواحدة حبيبتي ما بتحبوش حامي خالص، فحطت لها عليه جزر بس. تمام. 2 كيلو زيتون عليهم نص كيلو جزر مبشور زي ما انتم شايفين، وهقلبهم. مش هحط لها فلفل خالص. تمام. وهحطه في البرطمان. هي مش عايزة ان هو يكون حامي وعايزة ليمونه كتير. جبت لها 2 كيلو الزيتون وحطيت عليه 2 كيلو من عصير الليمون. حطيت الزيتون اهو، وبعدين حطيت بقى ايه عصير الليمون بتاعنا، 2 كيلو من عصير الليمون حطيته على الزيتون. طبعا ده بقى طعمه ما شاء الله يكون تحفة، بألف هنا اللي هياكله، بألف هنا. بسم الله ما شاء الله. تمام. بعدين هنكمل بقى بمحلول ملح. حطيت كوبايتين من المية عليهم 4 معالق من الملح، 4 معالق كبار من الملح. وهنكمل البرطمان من محلول الملح ده مع عصير الليمون، نغطي بيه الزيتون خالص. بسم الله ما شاء الله. دي برضو هنجيب شوية من قشر الليمون اللي احنا عصرناه وهنحطه على الوش زي ما انتوا شايفين كده. وهنغطي برضو بمعلقتين من زيت الزيتون، يعني حوالي ربع كوباية زيت زيتون على الوش كده عشان يحفظوا. وهنغطي بالستريتش وهنسيبه بقى لحد رمضان ان شاء الله. طبعا لما افتحه هوريهولكوا برضو، لازم هوريهولكوا باذن الله عشان تشوفوه معايا. هنغطي البرطمان
زي ما انتوا شايفين الزيتون غامق ازاي. هوريهولكوا بقى تاني يوم بدأ يفتح اهو. ده تاني يوم يا جماعة بدأ الزيتون يفتح، كل يوم بيفتح عن اليوم اللي قبله. شايفينه ما شاء الله بدأ يفتح ازاي. بدأ يفتح اهو. ده تالت يوم فتح خالص اهو. شايفينه عامل ازاي. بدأ يفتح خالص، كل يوم هيبدأ يفتح وهتلاقوا الزيتون ده لونه بيصفر، والغمقان دوت كله ما عادش هيبقى موجود خالص. ما شاء الله. بألف هنا وشفا يا جماعة، وكل سنة وانتم طيبين.